الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه إلا الراجون، ولا يحذر سوء سطوته وبطشه إلا الخائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، وكلفهم كظم الغيظ وأمرهم ألا يغضبون، وحذرهم من أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، فقال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا قال العبد: يا رب قد أذنبت، قال الله: يا عبدي وأنا قد غفرت. وإذا قال: يا رب قد عصيت، قال: يا عبدي وأنا قد سترت. عبدي أحببتنا فأحببناك، وأطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا بعد ذلك قبلناك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر أي الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا الماحي أي الذي يمحو الله به الخطايا، وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن الأمانة وأثرها في الأمن المجتمعي. الأمانة هي التكاليف الشرعية، هي الأوامر والنواهي. قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاهل، الإنسان جاهل، لأن السماوات لا تستطيع، والأرض لا تستطيع، والجبال لا تستطيع حمل هذه الأمانة. عرضها الله أولا على سماواته وعلى أرضه وعلى جباله، فأبين أي امتنعن عن حملها، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، ولذلك ربنا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمور، أمانات يحملها الإنسان على عاتقه. ولذا يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تعرفين الآيات دي نزلت في مين؟ نزلت في سيدنا أبو لبابة بن عبد المنذر، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، حاصرهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، وحكم عليهم سعد رضي الله عنه وأرضاه بالقتل. وكان أبو لبابة له مال وله أولاد وله نسب في بني قريظة، فهم داخل الحصن أشاروا إلى أبي لبابة: نعمل إيه؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، يعني أنتوا هتندبحوا. فعلم الرجل أنه خان الله ورسوله
فماذا فعل؟ ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد وقال: والله لا يفكني أحد، لأنني علمت أني خنت الله ورسوله، لا يفكني أحد إلا بعد أن تنزل براءتي من السماء، ولا يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الأمانة عنوان الإيمان، الأمانة عنوان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. اللي ما عندهوش أمانة ما عندهوش إيمان. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولذلك في حديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خائن الأمانة منافق. والمنافق أرضه فين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي هذا الزمان الذي خاب أهله وفسق شبابه وترك جهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظرنا وكأنه يخاطبنا نحن حينما وقف بين أصحابه، وكأنه ينظر إلينا من ثقب باب ويقول لهم: ما بالكم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: ما بالكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: ما بالكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والذي نفس محمد بيده ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصير الحليم فيها حيران. الأمانة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا: وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة. أمور، أمانات حملناها على عاتقنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل يتسلف منه 1000 دينار، فقال له الرجل: ائتني بشاهد، عايز شاهد. فقال: يا أخي وكفى بالله شهيدا. قال: صدقت. قال: فأتني بكفيل. قال: يا أخي وكفى بالله كفيلا. قال: صدقت. وأعطاه 1000 دينار بميعاد، لها معاد في موعد. وأخذ الرجل 1000 دينار وذهب في سفره، ولكنه تأخر لأجل الركوب. وقف كده على البحر مش لاقي مركب يركب فيها، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن الرجل سألني عن شاهد فقلت له كفى بالله شهيدا فقال: صدقت. وسألني عن كفيل فقلت له كفى بالله كفيلا قال: صدقت. اللهم إني استودعتك أمانة الرجل. وراح جايب خشبة وراح خرمها وراح حاطط فيها 1000 دينار وحط فيها ورقة مكتوبة للرجل وألقاها في البحر. فخرج الرجل صاحب الأمانة في الصباح ينتظر أمانته، بيشوف المركب جاية ولا مفيش مراكب جاية، فوجد خشبة عائمة في النهر، فأخذها لأهله حطبا، أخذها لأهله حطبا عشان يجدوها. وروح الرجل كسر الخشبة لقى فيها 1000 دينار، ولقى المكتوب فيها
وبعد ما جه الراجل أبطأ شوي في العمل، جه ب1000 دينار، ما عرفش إن ال1000 دينار وصلت الرجل، ودخل عليه وقال: يا هذا والله لقد أبطأت عليك والله ما أخرني إلا سفري. قال: يا رجل ألم تبعث إلي شيء؟ قال: لا، أقول لك إني قد أبطأت عليك. قال: فإن الله قد سدد عنك دينك. وصلت الرسالة. فقال الرجل: وكفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ولادك في بيتك أمان. ولادك لما ما تربهمش تسأل عنهم قدام ربنا. صلاتك أمانة. الصلاة اللي انت بتصليها من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نجاة ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع هامان وقارون وأبي بن خلف. النظر أمانة، والقلب أمانة، لأن العين تزني وزناها النظر. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والقلب يزني وزناه التمني. انتبه، العمل أمانة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تربيتك لأولادك أمانة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدنا عبد الله بن عمر بعد ما تصلى على رسول الله رضي الله عنه وأرضاه مشى كده لقى راعي غنم، فقال له: أتبعني غنمة من الغنم؟ تديني شاه واديك ثمنها؟ قال: لا، أنا لست رب الغنم، ما أنا مش صاحبها، ده أنا راعي، والغنم ملك لسيدي. قال له: إذا سألك سيدك فقل له أكلها الذئب. فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: يا هذا وأين الله؟ شوف الأمانة. أنا هقول له الذئب كلها وربنا فين؟ وأين الله؟ وهو ينظر إلينا وأين الله؟ فسيدنا عبد الله بن عمر قال له: من سيدك؟ انت سيدك مين؟ قال: فلان. فذهب إلى الرجل وقال له: ألك راعيا من الغنم؟ قال: نعم. قال: أتبعني هذا الراعي؟ فاشترى الراعي واشترى الغنم وأهدى الغنم للراعي وقال: هذا جزاء من حافظ على الأمانة. أمانة. انت مسؤول. اوعى تفكر انك مش مسؤول. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، تبقى غلطان. ده انت مسؤول أمام ربنا. انت مسؤول أمام ربنا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.